السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه رائعه زوينه بزاف للشعر. اذا المكونات ديالها بسيطه ومتوفره في كل بيت، والفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى. غتشوفوا ان شاء الله بالاعين ديالكم النتيجه، لانها غادي تطول الشعر، غادي تطولوا بشكل كبير حتى شعرهم ما كيطوالش. فبالمداومه عليها غير فتره قصيره غادي تبان لكم ان شاء الله النتيجه، وكذلك كتعتني بالشعر وتغذيه وترطبه. اذا ان شاء الله نبداو بالمكونات وطريقه التحضير. وقبل ما نبداو كنبغي نشكر الاوفياء، المتتبعين الاوفياء، وكذلك كل من انضم للقناه. ونبغي نطلب منكم انكم تشجعونا ان شاء الله ودعمونا باش نزيدوا لقدام. ما تنساوش خليوا لي لايك. اذا نبداو باول شيء ان شاء الله. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاجوا الفلفله وزيت الزيتون. اذا بالنسبه للفلفله هنا خديت حبه فلفل كبيره، وزيت الزيتون عندي كيف كتشوفوا نصف كاس او اكثر شويه. اذا الكاس راه هنا كبير، كاس العنبه عندي تقريبا هنا واحد 85 مليلتر ديال زيت الزيتون. اذا غادي نبداو، غادي في الحكاكه الغليظه غادي نحكوا هاد الفلفله. طبعا من بعد ما غسلتها ونشفتها غادي نحكها في الحكاكه الغليظه حتى غتولي على هذا الشكل هذا. اذا بعد ما حكيتها غادي نحطها في شي كاسرونه ولا شي حاجه باش غادي نطيبها، ونفرغ فوقها زيت الزيتون. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش زيت الزيتون ممكن انهم يديروا بلاصتو زيت الذره، حتى هو زوين في هذه الوصفه، ولكن كيبقى دائما زيت الزيتون افضل، وخاصه الا كان ما فيش الملح، يعني الا كنتو طاحنين ولا يديكم وعارفين شنو كاين فيه. اذا غادي نفرغوهم كيف شفتوا في كاسرونه. غادي ندير الفلفله نخوي فوقها زيت الزيتون، ومن بعد غادي نحطهم فوق النار على طريقه حمام مريم. اذا غندير البان ماغي، غندير تحتها شي كاسرونه ولا شي طنجره اللي فيها الماء، وهي غنحطها غير فوق داك الماء. اذا كيف غتشوفوها هي كاسرونه لتحت فيها الماء، وهذه غادي نحطها فوقها صافي، نحطهم هكذا فوق العافيه ونخليها تغلي مزيان باش نحصلوا في الاخير على زيت الفلفل الاخضر. اذا غادي نحركها باش هذاك الزيت يندمج ليا مع الفلفله، يغطيها صافي، وكنخليها يعني ما كنتعذب معاها، ما كنديهاش كاع فيها، كنخليها هكذا فوق النار حتى كيولي في الاخر عندي زيت الفلفل المركز. كنخليها تقريبا واحد نصف ساعه على نار اقل من المتوسطه. النار كنقصوها اقل من المتوسطه مهيله شويه، وكنخليها لمده نصف ساعه، وهكذا كنكونوا حصلنا على زيت الفلفل. غتشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله كيفاش غنستخرجوه ونستعملوه للشعر. اذا بعد مرور نصف ساعه مره هكذا كنبقى نطلع عليها. من بعد مرور نصف ساعه صافي كنطفي عليها النار وكنحيدها من فوق البوطه. اذا هي وجدات عندي دابا. شوفوا اللون ديالها كيف ولا، شفتوا يعني كاع ديك الخضره ديال الفلفله والفوائد ديالو كلشي مشى في الزيت، هي بحال ولا اللون ديالها باهت، يعني ما بقاش فيها اللون. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نبداو بعمليه التصفيه. بالنسبه للتصفيه عندكم الاختيار، الا عندكم هكذا شي صفايه كبيره ولا شي حاجه هكذا اللي تسهل عليكم انكم تصفيو. الا صفايه كبيره فكنفرغ فيها كل هذه الكميه وكندير واحد المعلقه وكنزل الزيت عندي اللي حصلت عليه ديال الفلفله. ولا ممكن ديروا شي تويب بيض نظيف، مش شرط انه يكون نظيف باش يبقى عندكم هذا الزيت مده، وتحطوا فيه هاد الفلفله ديالكم مع الزيت وتبقاو تعصروا، وهكذا كتنزلوا الزويته ديالكم. اذا طريقتي انا البسيطه اللي غادي نعمل، خديت غير صفايه صغيره هي اللي هاد اللحظه هي اللي عندي موجوده، الاخرى مشغوله بها. اذا فخديت هكذا صفايه صغيره، وخديت قرعه ديال الزاج تكون نظيفه، خاصها تكون نظيفه وتكون ناشفه. قرعه الزاج ما نديروش بلاستيك. اذا قرعه الزاج نظيفه وناشفه، وبديت هكذا كنخوي هاد الشيء اللي حصلت عليه، هاد المكونات كنخويها بحال هكذا وكنعصر بمعلقه، فكيهبط ليا الزيت اللي حصلنا عليه كيهبط في القرعه. اذا ممكن انكم تصفيو الزويته هي الاولى فكتدوز بكل سهوله في الصفايه، عاد تبداو تاخذوا المعجون ديال الفلفله وتعصروه بهذه الطريقه، فبسرعه كينزل. راه ما كيعذبكمش لان الفلفله اصلا رطبه، يعني بسرعه كتعصروها هكذا بمعلقه صافي. كتستمروا بهكذا بهذه الطريقه حتى كتكملوا كل هالكميه اللي عندكم.
وها حنا حصلنا على زيت الفل الرائع المصنوع في المنزل واللي نتوما عارفين شنو فيه. اذا هذا الزيت هذا راه غادي يبقى عندكم ان شاء الله مده، غادي يبقى خاصه الا كانت القرعه كيف قلت لكم ديال الزاج وكانت نظيفه ونقيه، فغادي يبقى عندكم مده ما غادي يخسر ما يطرالو حتى شي حاجه. تبقاو تستعملوه دائما الشعر ديالكم قبل ما تدوش. اذا طريقه الاستعمال وهي اننا كناخذوا كميه من هذا الزيت وكنشقوا بها الشعر ديالنا، وكذلك الشعرات هكذا كنسرحوا بها مزيان. فاذا شققنا بها الشعر فالشعر كيتغذى، كنغديو الشعر ديالنا وكنحافظوا عليه، وكذلك كيف قلنا كيحفز نمو الشعر وكيخليه طوال بسرعه كبيره. ممكن نديروه حتى للشعر المتقصف، نديروه لاطراف الشعر اللي لتحت، ندهنوا به الشعر ديالنا كامل ونغطيو عليه ونخليه واحد شويه، نخليه نصف ساعه ساعه شحال ما قديتو، وعاد تغسلوه من بعد. اذا كل ما بغيتو تدوشوا ممكن انكم تعملوا الوصفه. اذا نحافظوا عليها، نداوموا عليها ولو مره واحده في الاسبوع،